السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل رز ابو لبن عن طريق زي طريقة المحلات، وطعمه كريمي جميل. دلوقتي انا بغرفه اهوت، وهوريكم بقى ايه. هخش نعمله مع بعض. نصلي الله ونصلي على الرسول. وايه، هنخش معايا 4 كوبايات ميه، ومعايا كوبايه رز غسلها ومصفياها، وهحطها ايه على ال4 كوبايات ميه، وهي هسلقهم هسلقهم، هكتم عليهم واسلقهم، هغطيهم واسيبهم لما يتسلقوا. دلوقتي الرز اتسلق. بس بقى ايه، تقلبيه برضو كل شويه عشان ما يشتش. دلوقتي اتسلق. فانا ايه، معايا كيلو ونص لبن، ومعايا 3 معالق 4 معالق نشا، و3 معالق 4 معالق كريم شانتيه. حطاهم في كوبايه لبن، وايه بضربهم كويس كده عشان ايه، ما يبقاش فيهم تكتلات. في كوبايه لبن على جنب كده. بقلبهم مع بعض. وجيت هنا عند الرز المسلوق، وحطيت بقيه الكيلو ونص لبن، وبقلبهم برضو كويس. معايا كوبايه وربع سكر. سكر ايه، لازم يكون ابيض كده، ما يكونش غامق. ومعايا باكون فانيليا، واقلبهم. عليت الحله بقى ايه، عليت اللي على النار لما ايه الحله تاخد غلوه كده، ورحت موطيه النار. لما خدت غلوه، ورحت ايه موطيه عليها. جبت بقى كوبايه اللبن بالكريم شانتيه بالنشا، وقلبتهم مع بعض. هو كده ايه يعني ايه شكشك مع بعضه وايه. وانا بلفه بقى، الفه بالكريم شانتيه والنشا، بيربط برضو معايا كده. اسيبه بقى ايه يوطي عليه. حطيت معلقه قشطه، واوطي عليه بقى كده يشكشك مع بعضه. وبقلبه برضو كل شويه عشان ايه ما قاعده الحله ما تتلسعش. اهو هنا استوى برضه اهو. موطيه عليه برضو دلوقتي، كنت كاتمه عليه الغطا. هو كده بقى استوى خلاص. اما اطلع بقى ايه غلي كده، وبطلع البقابيق ديت. جيت هنا غرفته. معايا اطباق ألمونيا، واطباق فخار صغير، طاجن فخار صغير. هغرفهم هنا بقى ايه. انتوا شايفين بغرفهم اهوت. باجي معايا قشطه، معلقتين قشطه. بحط بقى في الاطباق كده حوالين الطبق، على الوش القشطه. واحطهم برضو ايه تحت الشوايه، ياخدوا وش. خرجته بقى ايه اهو. شايفين، انا كان عندي
مكعبات زبدة بسبوسة، حطيت على ايه طبق، في طبق اطباق سادة، وفي بسبوسة، وحطيت تحت الشواية قد 5 دقايق كده تحت الشواية زي ما انتوا شايفين اهو. لو عجبكم بقى الفيديو حطوا لايك، اشتركوا في القناة. السلام عليكم.